وعشان كنا خلاص قعدنا فتره متعودين على شكل معين في الكليبات، فتقريبا كده ان العين هي كمان اتعودت. يا حبيب قلبي يا غالي على عيني وقلبي ومالي غنى. وفجاه من النوير كده تلاقي حاجه جديده ظهرت على التلفزيون، فيديو كليب ولد وبنت ماشيين على الكوبري والبنت محجبه، فتحس ان الدماغ ساعتها عملت ايرور، ده احنا جايين من حته ورحنا لحته ثانيه خالص، لا ده احنا نقعد ونسمع ونتفرج بقى، والكليب نزل من هنا واكنك ضربت رصاصه. هم مالهم بينا ليه شاغلهم شوقنا اللي واخدنا. بس استنى، هي الفكره في ايه؟ الموضوع ما كانش ان بنت موديل محجبه طلعت في كليب وخلاص، لا دكتور شريف صبري كان مركز قوي في البنت اللي هيجيبها، بنت مصريه رقيقه وعاديه شبه معظم البنات اللي في الوقت ده، وبصراحه هيثم سعيد متوصاش اكنه بيمثل بقاله 100 سنه. يا قمر سهرنا هواك واحنا جنبك شوقنا مكفينا، مهما لاموا هنستناك ده احنا منك دبنا وحبينا. عرفت بقى ليه كنت بقول لك ان حصل لنا ايرور؟ فاهم قصدي؟ وانا عارف ان انت بتقول دلوقتي ان دكتور شريف صبري هو اللي عامل كل الكليبات اللي في الفيديو، ما هي شغلته، هو مخرج بيفكر دايما بره الصندوق، فيا ريت بقى نمنشن لهيثم سعيد وشريف صبري لان الصيف داخل علينا، محتاجين حاجه زي دي تاني. الغرام والشوق والميل والحنين